السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جاي لكم بقصه كويسه. بصوا قصه النهارده جامعه ان هي معانا في مذكرات جدتي وواحد بيطاردني في كل مكان. بس اولا لو انت لسه مشتركتش وما دوستش على اللايك والاشتراك انزل اعمل لايك واشتراك، فمش هطول عليكم اكتر من كده وهسيبكم مع القصه. انا اسمي مهند. ابويا وامي كانوا رايحين عند جدتي يقعدوا عندها يومين. هما كانوا قالوا لي بس قالوا لسه هيقعدوا يومين ويسافروا، يعني يومين وهم هيسافروا. وقالوا لي انت هتقعد في البيت تخلي بالك من البيت. طبعا انا فرحان ان انا هقعد في البيت لوحدي، ويا ريتني ما فرحت. نزلت اتمشى مع اصحابي شويه. لو احنا ماشيين كده الكبير في السن بيبص له نظرات حد، النظرات اللي بتبقى بتخوف دي، نظره خوف دي. الراجل ده كان بيبص له كده. انا شفت الراجل وهو بيبص له كده انا اتخرجت اصلا. انا بقول يلا بينا. الساعه دلوقتي 10. انا بقول يلا بينا. يلا بينا؟ احنا كنا قعدنا يا عم، ده احنا لسه نازلين ما بقالناش تحت شويه وهنمشي يا عم. ايه ده مهنا؟ ما انت كل يوم بتقعد معانا يا عم، تهدى شويه. لا ما هو انا لازم امشي. معلش، عايزين حاجه؟ طبعا انا اخد بعضي واروح امشي على البيت بتاعنا من هنا. تاني يوم انزل نفس الموضوع ونفس الراجل ونفس البصات. انا اعمل ايه؟ اترعبت طرت تاني. روحت برضو البيت. اليوم اللي روحت فيه ده كان صباح. ابويا وامي كانوا رايحين فين؟ لجدتي. للعلم جدتي يعني بيتها بعيد عننا، يعني قول نص ساعة بأوبر، يعني من هنا من بيتنا لجدتي نص ساعة ولا حاجة. وانا قاعد في البيت فحد بيخبط على باب الشقة. اروح انا افتح الباب ملاقيش حد. اروح اقعد تاني، حد يخبط، اروح افتح الباب ملاقيش حد. يجي تاني يوم بتكون الساعة 3 الفجر والباب بيخبط برضه. انا ساعتها كنت خايف افتح. استنيت 5 دقايق وقمت رايح فاتح الباب وقمت طالع جري وقمت طالب اوبر خدني وداني البيت جدتي. انا بكلم صاحب الاوبر مش راضي يرد عليا. شفت ان هو كده بصص لي بعينه من المراية، اللي هي المراية اللي قدام دي، بصص لي بعينه منها لورا. بس حاسس ان انا شفته قبل كده. رايح احاسبه لسه الاقيه نفس الراجل اللي كان بيبص لي البصات الغريبة. انا اشوفه من هنا وارمي الفلوس واطير. اروح هناك بابا يقول لي انت جيت ليه؟ رسيته على الموضوع وحكيت له على كل حاجة. قال لي تلاقي دي تهيؤات او كده. رايح انا عشان انام، اروح اسلم على جدتي الاول. تديني مذكرة، تقول لي المذكرة دي كنت بكتب فيها كل حاجة، عايزك تقرأها كويس. وانا رايح انام عرفت المذكرة عشان اقراها. باب الأوضة عمال بيفتح سنة بسنة. انا بفتح وببص في المذكرة كده الاقي المذكرة مفيش كلام عربي. الكلام زي ما يكون كلام بطريقة غريبة كده، كلام مش مفهوم. انا انام اصحى الصبح اخد المذكرة دي واروح فين؟ اولع فيها. ولعت في الكتاب من هنا اسمع صوت من هنا. مين اللي بيصوت؟ جدتي دي اللعنة كلها. ومن هنا جابوا لها شيخ على طول. هنا الشيخ قال لهم على كل حاجة من جدته ان هي بعيد عن ربنا ومهند بعيد عن ربنا، يعني عشان كده حصل لهم ده كله. والكتاب ده كان بينهم، كان موجود على الكتاب ده لعنة. واللعنة دي مجرد ان مهند ولع فيها خلاص اللعنة راحت. هما ما كانوش قادرين هما يولعوا. ليه؟ كانوا بعيد عن ربنا خالص. كتر خيرك يا شيخ، كتر خير. هنا ده كله الشيخ بيحكي لابو مهند على اللي حصل. وبتكون انتهت قصتنا. وانت حاول من انك ما تكونش بعيد عن ربنا ودايما خليك مع ربنا. ودي كانت مجرد قصة، دي حاجة ما حصلتش معايا انا مجرد ان انا واحد بروي القصة وباجي احكيها لكم كأن انا اللي جوه الموضوع. فيا رب تكون الرسالة وصلت لكم وتكون القصة فهمتوها، واشوفكم على خير. سلام.